إذا أنا كنت متواجدة بمكان كله شبابيك ومو حاطة واقي شمس وأقول هي أصلا الشمس إيش راح أدخلها من الشباك، فالحقيقة إنه الشباك يقدر يحميني بس من أشعة الUVB اللي هي تسبب لي الحروق والإسمرار، بينما أشعة الUVA اللي تسبب سرطانات واللي تسبب تجاعيد ما راح تقدر تحميني من عندها لأنه تنفذها. زين أكو داعي أستخدم واقي الشمس بالليل؟ هو بالحقيقة الشوارع دا تمتص أشعة الشمس وتعكسها، فممكن همين يكون أكو ضرر على بشرتنا. زين إسراء أنا أريد أحط واقي شمس بس ما بيه حل كل ساعتين أكرره. حلا لهذا النزاع إحنا نستخدم واقي شمس يكون water resistant يعني مقاوم للماء حتى ما نظل نعيد كل شوية بيه. أنا ولد هل أكو داعي إنه أستخدم واقي شمس لو هي سوالف تجميلية فقط للبنات؟ لا كلش ضروري، لأن إحنا دا نحمي السكين مالتنا، ما دا نستخدمها لأغراض تجميلية، وحتى نحافظ على نفسنا من سرطانات الجلد والتجاعيد مستقبلا. أنا أصلا وجهي كله تصبغات وصاير لون واحد كله أسود، هم أكو داعي إنه أستخدم؟ إي طبعا أكو داعي، طبعا أكو داعي. لأنه هذا السواد هو رد فعل من جسمنا إنه أنت ترى بشرتك تتضرر وتفرز كلش هواية ميلانين دفاعا عن نفسها. وبس، إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي إياه بالتعليقات.